النهاردة الجمعة 3 أكتوبر 2025 الدولار عمل حركة كده ونزل طفيف قصاد الجنيه المصري في آخر اليوم، وده على حسب بيانات البنك المركزي. سعر الدولار دلوقتي وصل ل 47.69 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع. يعني نقدر نقول الدولار بقى عامل زي واحد بيهزر معانا، ينزل قرش ويطلع قرش. المركزي النهارده فاجأنا وقرر يخفض الفايدة 1%، 100 نقطة أساس. الإيداع بقى 21% والإقراض 22%، والعملية الرئيسية 21.5%. يعني باختصار المركزي بيحاول يعمل توازن بين إنه يشجع الاقتصاد وفي نفس الوقت يمسك التضخم من قفاه. أما الأسعار بقى في البنوك فهي كالتالي: البنك الأهلي المصري 47.74 للشراء و47.84 للبيع. بنك مصر 47.74 للشراء و47.84 للبيع. بنك القاهرة 47.74 للشراء و47.84 للبيع. التجاري الدولي CIB 47.70 للشراء و47.80 للبيع. بنك اسكندرية 47.74 للشراء و47.84 للبيع. يعني بصراحة الفرق مليمات، يعني كأنك بتختار بين كوباية شاي بسكر زيادة ولا مظبوط. أما الأسعار في باقي البنوك فهي كالتالي: في العربي الإفريقي 47.74 للشراء و47.84 للبيع، نازل 0.167%. أما في HSBC 47.80 للبيع و47.70 للشراء. وفي بنك القاهرة 48.13 للشراء و48.23 للبيع وهو واقف مكانه. المصرف المتحد 47.70 للشراء و47.80 للبيع. بنك فيصل 47.74 للشراء و47.84 للبيع. في بنك قطر الوطني 47.74 للشراء و47.84 للبيع. يعني باختصار الدولار عامل زينا كده مش قادر ياخد قرار. الخلاصة الدولار بينزل بشويش جدا والبنوك كلها ماشية فرق قروش. السؤال: هل ده بداية هبوط بجد ولا مجرد استراحة محارب؟